السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات إيمان. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد العصير منعش وصحي بزاف. هذا العصير هذا مكون من العنب. عندي هنا العنب بيض وأسود. أنا خلطتهم هنا، يمكن لكم ديروه بوحدو، يعني كل حاجة بوحدها. كنحتاجو كذلك ورقة ديال النعناع وشوية ديال الليمون الحامض. هاد الشيء هادو هما يعني المقادير اللي غنحتاجو في هذا العصير. غادي نجيب الاناء اللي غنعصر فيه هاد العنب ديالي. يمكن لكم هنايا ديروا يعني العنب بوحدو كحل تعصروه بوحدو، والبيض كذلك تعصروه بوحدو، يعني فحال انا خلطتهم كاملين. كنديروا غير شويه ديال ورقات ديال النعناع. هاد النعناع كيعطيه واحد المذاق خاص. وطبعا ضروري كنديروا قطرات من الليمون الحامض هكا باش ما كيتاكسدش لينا يعطينا عاوتاني واحد الانتعاش على هذا العصير. صافي، وكنعصر هاد اولا كنطحن هاد العنب جيدا. انا غادي نطحن هاد العنب ونتلاقاو بعد قليل. هنا من بعد ما طحنت هذاك العنب اللي عندي، دابا غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نصفيه. كنصفيهم من داك العظام وداك القشور، ضروري كنخليو غير يعني غير العصير فقط. دابا غندوزو للتقديم. غادي نجيب واحد القطع ديال الثلج، كنحطهم في الكاس ديال اللي غندير فيه العصير. كنصب داك العصير ديالي. ها هو دا هو الشكل ديالو كي تيجي، يعني كيجي خاتر شي شويه، كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. وكنقدموه بالصحه والراحه مرافق بورقه ديال النعناع. وبالصحه والراحه.